اسعد الله مساكم متابعينا الكرام، والله يحييكم. عندنا فورد تيريتوري 2025 فئة التيتانيوم وفئة الترند، وراح نعرف اهم وابرز الاختلافات بين السيارتين الخارجية والداخلية. بالنسبة للجير الماكينة ما في اي تغير بين السيارتين، 4 سلندر 1800 ايكو بوست تيربو. اما الاختلافات الخارجية خليكم مع المقطع. فئة التيتانيوم يجيك 4 حساسات امامية، وجنوط السيارة كروم مكحلة مقاس 19 انش. فئة الترند بدون حساسة امامية، والجنط مقاس 18 انش للسيارة. التيتانيوم مقابض السيارة طبعا تجيك عليها تطعيمة الكروم. اما فئة الترند مقابض السيارة تجيك بنفس لون السيارة بدون اللي هو تطعيمة الكروم على المقابض. التيتانيوم مراتب جلد بحركة كهربائية لكرسي السائق وكذلك كرسي الراكب. فئة الترند مراتب جلد ولكن بحركة يدوية للسائق وكذلك للراكب. فئة التيتانيوم يجيك إضاءات محيطية وكذلك تخشيب على الديكورات الأمامية للسائق والراكب وكذلك للأبواب. الترند بدون إضاءات محيطية وبدون تخشيب على الأبواب وعلى الديكورات الأمامية. التيتانيوم يجيك المراية الداخلية فيها نظام التعتيم، وكذلك عندنا زر قفل الحساسات الأمامية والخلفية. الترند المراية الداخلية عادي بدون تعتيم، وزر قفل الحساسات الخلفية غير موجود في فئة الترند. من الخلف ما في أي اختلافات، فقط اسم تيتانيوم على فئة التيتانيوم. أما الترند يجيك بدون أي مسمى للسيارتين. الاختلاف بالسعر تقريبا 8000 ريال، هذا ب 100 و2000 وهذا ب 110,000 شامل الضريبة. يتبقى عليك اللوحات والتابع.